اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، دي قناتي الجديده يوميات ولاء. بصوا، عايزه اقول لكم النهارده هعمل تورتايه مقاس 40 في 50. هي دي مش اكبر مقاس، المقاس الكبير بيبقى 40 في 60. بس انا طلبت مني 40 في 50، فطبعا يعني هقول لكم كل التفاصيل تخليكي تقدري تعملي تورتايه كبيره وكمان تطلع معاكي ناجحه والفينش بتاعها احسن من المحلات. التورته دي اتبعت لي الشكل بتاعها، والله يعني مش عايزه ابالغ، بس فعلا طلعت احسن من اللي هم باعتينها، يعني فخمه جدا وراقيه جدا وعجبتهم جدا جدا. طبعا انا هقول لكم انا عملت المقدار بتاع الصاج ده، انا عملته كام مره. عملته 4 مرات، يعني عملت صاجين فانيليا وصاجين شوكولاته. اول حاجه جبت 3 بيضات، اهم حاجه طبعا يكون حجم البيض كبير، وحطيت 200 جرام من الدقيق اللي هو كوبايه ونص، وحطيت معلقه من المحسن ومعلقه من البيكنج باودر ونص كوبايه من السكر ونص كوبايه من الميه ورشه فانيليا. اقول لكم المقادير تاني: 200 جرام دقيق، عليهم معلقه من المحسن 35 جرام، عليهم نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من السكر. يعني نص كوبايه من الميه 100 جرام ونص كوبايه من السكر حوالي بتبقى 75 جرام، ومعلقه بيكنج باودر 10 جرام، ورشه الفانيليا، وطلع 3 بيضات يكون حجم البيض كبير. ضربتهم على اعلى سرعه لحد ما قوامهم مرتفع معايا. بص، اول حاجه طبعا بهدي العجان كده، وبعد كده بزود السرعه. تمام. يبقى 200 جرام، كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من السكر، 75 جرام، معلقه من المحسن 35 جرام معلقه بتاعه الاكل، و معلقه بيكنج باودر 10 جرام، رشه الفانيليا، و3 بيضات حجم البيض يكون كبير، نص كوبايه من السكر، ونص كوبايه من الميه المتلجه. نص كوبايه من الميه بتبقى 100 جرام، ونص كوبايه من السكر حوالي 75 جرام. تمام. بضرب كده على اعلى سرعه لغايه ما القوام يرتفع معايا. الاسبونج ده هخبزه في صاج 30 في 40، يعني المقدار ده 30 في 40، انا طبعا الصاج بتاعي 32 في 42. هضرب كده لغايه ما القوام يرتفع معايا ويعلى ويعمل فوم. بعد كده هبتدي افرده في صاج 30 اللي هو 30 في 40، بس انا زي ما قلت لكم الصاج بتاعي بيبقى اكبر شويه، لازم تعرفي حجم الصاج اللي عندك علشان تعرفي الارتفاع بتاع الاسبونج هيبقى قد ايه. خبزت المقدار ده مرتين، مره 2 فانيليا ومره 2 شوكولاته، اللي هو ايه بحط له معلقتين من الكاكاو اسباني. تمام. بخبزه على درجه حراره 200، بشغل من فوق وتحت. انا الفرن اللي عندي لما بخبز في الصاج بخبز في فرن كهرباء او فرن اللي هي الغاز، يعني دي موجوده ودي موجوده. الفتره الاولانيه اللي كنت بشتغل فيها كنت بشتغل بالفرن الكهرباء. فالفرن الكهرباء ما بتخليش الاسبونشات تاخد لون، يعني هي بتسوي بس ما بتاخدش لون قوي، يعني مش بتبقى زي الغاز لازم يبقى الوش عندي محمر قوي. بس سبته برد كده، وبعد كده قلبته زي ما انتوا شايفين. ده كان اول صاج. هبتدي هاخد مقاس كام؟ مقاس 25. طبعا هي التورتايه مقاس 40 في 50، فانا هقسم كده المقاس اللي هو طبعا الطول هيبقى 40 عادي، لكن العرض 25 فانيليا و25 شوكولاته. تمام. ده كده الصاج الاولاني خدت منه اول طبقه، وادي الصاج التاني تاني طبقه. تمام. زي ما انتم شايفين كده بسلك كده الورق بتاع الخبز يطلع معايا كده بسهوله. وهبتدي اخد ايه تاني مقاس، او اللي هو المقاس 25 زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، هشيل بس الورقه كده عشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. انا مش مرضتش اسرع الفيديو عشان نمشي خطوه خطوه مع بعض ونبقى عارفين احنا بنعمل ايه. يبقى كده طبعا انا محتاجه 3 طبقات فانيليا و3 طبقات من الشوكولاته او الكاكاو. خدت كده المقاس اللي هو مقاس 25 وده مقاس 25، يبقى كده عندي طبقتين في 40، 25 في 40 اهو. تمام كده. محتاجه الطبقه الثالثه اهي، الطبقه الثالثه اهي. هبتدي اخدها من الزياده. بص اهو كده. طبعا دي هتبقى ناقصه شويه، هاخدها بقى من الايه، من الصاج التاني اهو. فاهمين؟ يعني انا خدت اول طبقتين كده مقاس 25 في 40، والطبقه طبعا كل صاج طلع لي زياده، هبتدي اشيل منهم القطعه اللي انا محتاجاها. هعمل نفس اللي انا عملته اهي. بص اهي القطعه اللي انا محتاجاها اهي عشان اكمل كده الطبقه الثالثه. بص دي كده الزياده، وهقول لكم برضو هنعمل فيها ايه. يعني ان شاء الله هشغلها في جاتوه، هشغلها في اي حاجه يعني مش هتترمي اكيد. يعني ادي كده الصاج التاني اللي هو بتاع الشوكولاته. عملت نفس كل حاجه. طبعا حبيت اسرع الفيديو بقى شويه لان خلاص انتوا عارفين انا عملت ايه. عملت طبقات كده 3 طبقات من الفانيليا و3 طبقات من
من الشوكولاته او الكاكاو. ومعلش حقكوا عليا عشان يعني الكاميرا وقفت في الوقت ده، بس عامه انا رصيت جبت البورد، والبورد بتاعتي دي كانت 40 في 60، وعشان طبعا مفيش بوردات 40 في 50، بس انا قصيتها كده من الجنب، قطعت الحته الزياده ولزقتها ببلاستر. عملناها قبل كده في فيديوهات كتيره، للناس القديمه اللي معايا اللي كانت معايا عارفه انا كنت بعمل ايه، وانا هحاول اجيبها لكم في فيديو مفصل يعني، لان هي الكاميرا بجد فصلت في الوقت ده. المهم وجلست التورتايه تمام. كان في حد كان بيسالني على تجليس، هجيب لكم بقى. بصوا موضوع التجليس ده من الاول خالص كده، عشان ايه الناس اللي حابه تعمل تورت كده وتجلسها من البدايه. والله هعمل لكم ان شاء الله فيديو كده تفصيلي عن الكريمه وعن التجليس وعن مشاكل الكريمه اللي بتقابلك في التجليس باذن الله. بس تابعوني كده، ومتنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه والتعليقات اللي دايما بتفرحني. كده دخلتها بقى التلاجة تشد شويه، وبعد كده ابتديت كنت هعمل دريبات، وبعد كده افتكرت ان اصلا دي هتتعمل بشكل تاني خالص. المهم عملت روزيتات كده من فوق، قفلت كده التورتايه من 4 جناب بالروزيتات. قسمتها قسمت نص التورتايه فانيليا، والنص التاني شوكولاته، وعملت زي ما انتم شايفين فاصل كده في النص بالكريمه الفاتحه، وفاصل تاني بالكريمه الغامقه. الجزء اللي شوكولاته طبعا حطيت عليه جناش شوكولاته غامقه. الجزء اللي في النص حطيت عليه شوكولاته بيضه. بصوا زي ما انتم شايفين ده اللي هيتحط فيه هابي بيرث داي واسم صاحبه التورته. الجزء الفانيليا بقى هيتحط فيه فاكهه. تمام. قطعت كده التفاح وابتديت ارصه كده زي ما انتم شايفين. والتورتايه والله اللي كانت مبعوتالي يعتبر قريبه جدا، بس والله الفينش بتاع دي ارقى جدا جدا، وده من راي الناس اصحاب التورتايه عجبتهم جدا وشكروا فيها قوي قوي فوق ما تتخيلوا. عملت شرايح كده من المانجا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا كده يعني يعتبر غطينا جزء كبير جدا من التورتايه بالفاكهه. وبعد كده هبتدي اعمل بقى ايه. طبعا الفاكهه اللي كانت موجوده في الوقت ده هو ده الانواع اللي كانت موجوده، واغلبيتها كانت مطلوبه. طبعا هتعملي بقى تفاح لازم تحطي جيلو تلميع على البارد على طول، لان التفاح بيأكسد بسرعه من الهواء، فلازم تبقى ايديكي كده سريعه وانتي بتشتغلي. قطعتي فاكهه اكتر حاجه بتأكسد تبتدي تعمليها تغطيها بالجيلو. بصوا طبعا بقيه المانجايه عملتها زي ما انتم شايفين كده مكعبات، ودي برضو جبناها مع بعض فيديوهات، وان شاء الله هجيبها لكم باذن الله بالتفصيل بكل بتقطيع الفاكهه وكل حاجه. وقطعت برضو التفاحيه وعملتها شكل مروحه، وشكل اللي هو المتعارف عليه بتاع البطه عملت واحده كده من الجنب ده وواحده تاني الجنب التاني. وبرضو كل الحاجات اللي بتفاح كله عملته جيلو تلميع. ابتديت بقى ايه برضو دخلتها التلاجة شدت شوية، علشان لما ابتدي احط الحروف ما تبقاش الجناش لسه طري، فاحس ان الحروف بتتحرك من مكانها. فلازم تدخلي التورتايه في الوقت ده تشد شوية. كتبت هابي بيرث داي بالحروف اللي بالشوكولاتة، واسم صاحبة التورتايه اتحط في الجزء اللي فوق. كان هما عايزين يعملوا كده يعني، هي الشكل برضو اللي كانوا مختارينه كان تقريبا قريب من ده جدا. طبعا احنا كده لسه مخلصناش التورتايه. اهم حاجه بقى جبت ورق فاكيوم بالمقاس بتاع التورتايه، بس الورق الفاكيوم اللي عندي طلع قصير شويه، بس يعني عادي يعني حاولت اظبط الدنيا وكانت طالعه برضو ممتازه. ابتديت اعمل خطوط كده بالطول وخطوط كمان بالعرض. بصوا اهو رايح جاي كده اهو. وتقلت طبعا شويه علشان ما تتكسرش مني. اهم حاجه ورق الفاكيوم وانت بتحطيه على التورتايه ما تشيلهوش، يعني حتى لو شكله احلى حاجه. بصوا جيت بقى عند التورتايه من قدام وابتديت اظبط المقاس كده اهو. بصوا بحيث ان هي تغطي كل الجنبين والجنب اللي قدام. طب لان الجنب القصير هيبقى من ورا، لان انا عندي كان ورق الفاكيوم زي ما قلت لكم قصير، فخليت الحته القصيره كده ايه من ورا. بصوا وطبعا دخلتها برضو التلاجة شدت شويه، ودي كانت التورتايه بتاعتي. المفروض ان كان سعرها ساعتها طبعا اقل من كده، بس هي دلوقتي دي بتطلع على 1200. لو انت سعر دلوقتي وهتسعري تورتايه بفاكهه مقاس 40 في 50، اول سعر ليها 1200 طبعا على حسب الفينش وعلى حسب المكان اللي انت فيه. حطيتها في علبه مقاس 40 في 60. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتعليقكم الجميله اللي دايما بتفرحني، وتستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيه حاجات جميله ومفيده. وشكرا لكم ومع السلامه.